عضت مدلين طبر رعب السقا في أفريكانو، والنهاية المأساوية لمحمد الحلو. مروة عبد المنعم ما كانتش الأولى اللي تعرضت لهجوم من الأسد، وفي نجوم تانيين دفعوا تمن صورة أو مشهد معاه. وقعت مروة عبد المنعم مع الشبل في الاستوديو قلبت الدنيا، والكل شاف لحظة الهجوم وإصابتها في دراعها، واللي بعدها انتقلت على طول على المستشفى وخدت العلاج اللازم وبقت أحسن وموجودة ببيتها. أحمد السقا شاف الموت بعينه في فيلم أفريكانو، دخل منطقة محظورة بالغلط وأنثى أسد شرسة طردته، والسقا بنفسه قال نطيت من فوق السلك الشائك في ثانية عشان أهرب من الموت. مدلين طبري كان بتحضن الأسد وبتلعب معاه على الهوا برنامجها، وفجأة اللعبة تحول لجرح عميق وسخونة في الجسم واتنقلت للمستشفى فورا. أما محمد أنور فعاش لحظة رعب حقيقية في كواليس مسلسل ديبو. الأسد كان خلاص هيخلص عليه لولا إنه جري في آخر لحظة وكتب لجمهوره كنت هروح فيها. نروح لنهاية مأساوية لمحمد الحلو. الأسد سلطان غدر بيه قدام الجمهور، وكانت الهجمة دي هي القاضية اللي أنهت حياة أسطورة الترويض. ومن بعده فاتن الحلو الأسد مندي فاجئها وهي بتغني، وقعها على الأرض وحاول يوصل لرقبتها. الموت كان بينه وبينها خطوة واحدة. المرة دي عدت على خير ومروة عبد المنعم بقت أحسن، بس يا ترى المرة الجاية إيه اللي ممكن يحصل؟